بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى قلنا مع بعض كده نزرع البصل. فطبعا ديت شتلات البصل جبناها النهارده، وقلنا كده نزرع شويه بصل كده في الارض. طبعا بنزرعه في ارض البطيخ. فطبعا بادئين كده انا والسكر كده بنقرط الشواشي بتاعه البصل، عشان لما بنزرعه في الجو هوا او حاجه البصله بتنام وما بتقومش بسرعه. فلما بنقرطه كده فهي البصله بتاخد وضعها في الارض. طبعا بنغرز دماغ البصله كله. طبعا على قد الحاجات البسيطه اللي فاضله ديت، الهوا مبقصرش فيها. فما شاء الله معانا كميه كويسه النهارده، فقلنا بقى نزرعها. اهو نوع من انواع التغيير، نغير جو البيت شويه. طبعا جو الارض جميل جدا، الواحد اصلا بيحس براحه نفسيه. فهنشوف مع بعض بقى نزرع البصل بقى. طبعا انا جايبين شتلات خس وشتلات كرنب، وطبعا اللي هي الاماكن الفاضيه ديت اللي هنزرع فيها البصل. طبعا اللي تحت الصوبه ديت البطيخ، وطبعا ده اليقطين اللي قلت لكم اللي بيتزرع تحت شجر الجوافه، او بنزرع زرعه سطحيه كده في الاماكن الفاضيه، لان الجوافه لسه برضو. فطبعا الارض مظبطينها بقى للزرع. طبعا البطيخ بقى لما بيملى الصوبة بعد كده بنبدأ نفتح عليه ونشيل الصوبة، ويفرد بقى البطيخ على القش كده. طبعا زرعنا خطين كده من سطرين كده من البصل زي ما انتم شايفين كده. طبعا الهواء ما اثرش فيه، زي ما يكون البصله بالشوشه بتاعتها. طبعا بنكسر الارض كده يعني عشان نعرف نزرع بسهوله. طبعا وسكر شايفين شغلنا على اكمل وجه. فبنغطي البصله حلو كده وهي في الارض. طبعا هي عايزه بقى شتاء، احنا اتاخرنا شويه عشان الشتاء قرب يخلص، فهي ما بتزرع قبل الشتاء. فطبعا الشتاء بينزل عليها بتبقى جميله جدا، بتطلع بسرعه. بس مش ما فيش مانع برضو، لان هي ده برضو الزرع زرع التنقيط. طبعا دول كان اخر شويه فاضلين معانا. طبعا جهزنا نفسنا بقى للمروح. وطبعا اللي ورا ديت شجر بسله، وان شاء الله هيبقى لنا حلقات كتير في الارض. طبعا سكر ماسكه على ذمتها قوي وتزرع معايا من بدري. طبعا ده شجر الفول، كنا زرعنا شويه غير اللي كان مزروع الاول. فطبعا هوريكم اللي احنا كنا زارعينه، رجل الغراب لو فاكرين. ما شاء الله برضو طالع حلو اهوت. طبعا الارض الرمله يعني غنيه عن التعريف، اي حاجه فيها بتطلع. وطبعا البسله، واللي تحت الصوبه دي برضو بطيخ، لان معظم الاراضي كلها دلوقتي مزروعه بطيخ عندنا، وخيار وكنوز وكده، وكله تحت الصوبه. ده طبعا شجر البطيخ. ده طبعا كميات الفول اللي احنا كنا زارعينها مع حضراتكم. طبعا جو الارض جو جميل جدا بقى، نخل، واصلا ريحه الارض حلوه. وكمان الفول ده لما بينور كده بيبقى ليه ريحه تانية، ريحه جميله جدا. ده طبعا توم زارعينه وعاملين له ميه اللي هي في الخرطوم ده. وده طبعا الخس والكرنب زرعناه هنا اهي. طبعا الجوافه شكلها وحش قوي عشان في الشتاء. طبعا هفتح لكم على اليقطين او القرع العسلي. طبعا الاسود ده ملش بنحطه كده، بنفتح فتحات بسيطه كده على قد الشجره، ونغطي عليه كده. لما بيملى الصوبه بنبدا نفتح عليه واحده واحده. ده طبعا ما شاء الله اللي مزروع الاول ما شاء الله مال الصوبه اهوت. طبعا في وسط المشي بتاعنا بقى لقينا شجره العنب. طبعا البصل بقى خلى ايدينا منظرها ما اقولكوش على الجمال بتاع ايدينا بعد زراعه البصل. وطبعا ارض الرمله اصلا بتدمر الايدين. ده اللي يكتنوا طبعا افترسوا الشجره، ما سيبناش فيها الا الاخضر.
كده بقى خلاص هنمشي، هنطلع على الطريق. طبعا الاسفلت على جنب الارض خالص، هنطلع نمشي على طول. طبعا كل الاراضي اللي حوالينا كلها زرع نفس البطيخ والكنوز وكده. طبعا شجر الجوافة طبعا والنخيل بقى والحاجات الجميلة دي كلها. ويا رب تكون حلقة النهاردة نالت على اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.